السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه مشروع الدواجن. اليوم جيتكم بواحد الفكره الناس اللي بغا يستافدوا منها. نتمنى من الله خاص غير بنادم يكافح وينوض يقلب. الفكره هي ديال المبادره. الا عندك شي مشروع ولا باغي تبدا شي مشروع، يعني ما عندك حتى حاجه، عندك خبره او لا عندك مقاول ولا شي حاجه، بغيت تحسن المشروع ديالك، يعني تطور واحد المشروع ديالك كما بغى يكون، سواء الدواجن، سواء في صناعه، سواء في اي حاجه، يعني تكون عندك فكره سابقه، يعني عارف شي شويه او يعني كما كنقولوا تكون عندك شويه واحد التجربه في شي حاجه، حتى الا هضرتي كتعرف شنو تقول وشنو تقدر تجاوب باش تقنع واحد اللجنه وهذه المسائل. الا كنتي مهتم بهاد الفكره هذه ونعرفوا التفاصيل ديالها، خليك معايا في الفيديو. ما تنساش واحد الاشتراك، دعمنا بشي جيم وشي كومونتير. لا تسكاو. مرحبا بكم، عدنا من جديد. كما قلت لكم، الى بغى تستافد من المبادره الوطنيه، يعني شنو اللي محتاجين في المبادره، يعني خاص غير بنادم يخدم، غير ما يبقاش فنيان ولا جالس ناعس ما عنده ما يدار، ما كيدير حتى محاولات ولا شي حاجه، يبقى يقول لك واحد الدوله ما عطاتنا وما دارت لنا ما فعل. لا خويا، الدوله عطيك كل شيء، موفر لك كل شيء، خاص غير انت يكون عندك واحد التفكير تبدل حياتك. واش انت ما كدير حتى حاجه، ما كتصنع، ما كتنتج، ما كدير والو، جالس مريح حاضر القهوه الزناقي دروبه وكتقول راه الدوله ما عطاتنا حتى حاجه، والدوله اش غادي دير لك؟ ما عندها ما دير لك، تعطيك الفلوس ما تعرف ما دير بهم، تمشي تصفقهم في الخوا الخاوي ولا دير فايت ولا، يعني بزاف د الحوايج، يعني هاد الحوايج راه مهمين. ولهذا غادي نطرقوا لواحد المساله. اللي بغى يستافد من هذا المشروع هذا نعطيو حلول كيفاش يستافد في اي مشروع، ماشي بخصوص المشاريع الدواجن ولا مشاريع، كاينين مشاريع اخرى اللي تقدر تستافد منها، ماشي من الضروري الدواجن ولا، يعني غير انت تكون عندك واحد الفكره، واحد الدراسه ديال المشروع، يعني دارسها من قبل. اول حاجه كتمشي تشوف في الجهه اللي عندك انت، يعني فين مصايب لاكارت ديالك، يعني كنت مصايبه في شي مدينه، كتمشي تشوف المكتب المبادره الوطنيه اللي كاين تما، كتمشي كتشوف واحد الدراسه كيعطيوها لك، يعني كتشوف المشاريع اللي مطلوبه عندهم تما، يعني راه كتمشي واتصيب واحد لافيش بزاف المشاريع عندهم خصاص فيها، ماشي عندهم واحد الخصاص في واحد المشروع انت تمشي دير مشروع اخر ولا لا. يعني حاول تكون عندك واحد المشروع قريب واللي يكون موافق عليه اللجنه ديال المبادره، حيت راه المشروع ديالك كيتدراس بزاف د الحوايج، ماشي انوضو يعطوك المشروع. لهذا نطرقوا هذاك، يعطوك شي وريقات غتعمرهم، ولا ما كنتيش عارف تعمرهم، يعني كتقلب في الانترنت، راه غادي ضروري ما غادي تصيب شي واحد تيشرحهم. عفوا، يعني ملي كتعمر هذوك الوريقات كتحط لهم هذاك الدراسه ديال بحال، يعني كدير واحد الدراسه ديال المشروع ديالك، ديك الساعه كتعطي لهم، كتمشي راه تيدرسوا لك المشروع ديالك، كيشوفوا المشروع ديالك واش عنده شي نتيجه يعني مستقبليه، واش تقدر تخدم معك واحد الفئه ديال الشباب، يعني المشروع ديالك واش قابل للزياده، ما يكونش مشروع ديالك محدد الا بغيتي ينجح لك 100%. يعني المشروع ديالك ما يكونش محدد كتخدم غير انت وشي واحد اخر ولا شي، يعني محدد في 3 الناس ولا 4،
لا، خاص المشروع ديالك يكون كيتطور كل عام، كيتزاد، يعني سواء العمال سواء بزاف د الحوايج، الانتاج، يعني هادو هما المشاريع اللي كيدعموا مزيان 100%. يعني ما تقلبش على المشاريع اللي محدوده. يعني المشاريع المحدوده ما نقدرش نعطيك عليها فكره، ولكن اللي غتساعدك 99% هي المشاريع اللي كتزيد، يعني كتزيد العمال، كتزيد الانتاج، كتزيد بزاف د الحوايج. يعني كتكون في النمو ديال التطور ديالك كيطلع تدريجيا. يعني عام كنتي هنا، العام الجاي ما كتبقاش لتحت، هنا كتمشي تطلع عاوتاني لفوق درجه درجه، يعني شويه بشويه. هادو هما المشاريع اللي كتصدق كتطلع وكيدعموها. يعني اخي ولا اختي، تمشي تلتجأ للعماله، تسول على راسك، عطاوك وريقات، قرا. يعني راك كتمشي عند الناس كترحب بك، السلام عليكم، وعليكم السلام، مرحبا، اشنو كتقول لهم؟ باغي ندير واحد المشروع، كيقول لك مرحبا. انت خاصك تكون عندك واحد الاكسبيريونس قبل باش ما تصيبش واحد الصعوبات معهم، حيت كيسولوك اسئله والمسائل. حتى لهنا كتسالي الحلقه ديالنا. الا عجبك بحال هاد المواضيع وافكار، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خلي لي في كومونتير، وما تنساش تقول لي الراي ديالك الا عجبك الفيديو ولا عجبك الموضوع ولا شي حاجه. نطرقوا لهاد المساله ديال المبادرات ديال الشباب. يعني ما بغيناش الشباب ديالنا نبقى جالسين حاطين القهاوي، حاطين دروبه زناقي بلا فايده. ما تكونش واحد نطوروا. حنا شباب الحمد لله باغيين نخدموا، باغيين بزاف د الحوايج. خص غير بنادم يطور راسو، هو الاول حاجه يستثمر في الوقت ديالو. يعني ماشي يبقى حاطط التفاهه، بقى غادي طالع هنا طالع هنا، هابط. يعني يحاول يستغل الوقت ديالو، لان الوقت ديالو غالي بزاف، ولا طاع منه ما كاينش اللي يردو ليه. لهذا حاول تستغل الوقت ديالك، ونتمنى التوفيق للجميع وكل شيء ان شاء الله يا رب. ولا عجبكم بحال هاد المواضيع نكملوهم ان شاء الله في فيديوهات جايين. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بس كاو.